ومعي على الهاتف الدكتور عصام العريان. مساء الخير يا دكتور عصام. السلام عليكم. مساء وعليكم النور السلام ورحمه الله وبركاته. الساده المشاهدين جميعا. مبروك يا دكتور عصام. اقول مبروك ولا اقول ايه؟ بيقولوا ايه في مثل هذه الاحوال؟ الله. لا ما بنقولش مبروك احنا عندنا. امال بتقولوا ايه؟ لا بنقول اعانك الله قواك الله. اعانك الله وقواك يا دكتور. بس قول لنا ايه اللي حصل في موضوع انتخابات المكتب، وايه الكلام عن انتصار تيار المحافظين على تيار الاصلاحيين، وفكرة استبعاد الدكتور محمد حبيب اللي كان مرشح انه يكون مرشد، والدكتور عبد المنعم الفتوح اللي يعد واحد من يعني كمان القيادات اللي الناس بتبص لها. اولا الحقيقة الاولى التي يجب ان يتذكرها الجميع ان دي انتخابات. أيوة. ودايما الانتخابات بيبقى فيها ناجح وخاسر، وانه الثاني حاجة ان الانتخابات تمت في اجواء مشحونة. ليه مشحونة ليه يا دكتور؟ مشحونة لانه تضييق امني شديد يمنع من الحوار وتبادل وجهات النظر بين الناس، فالانتخابات عملت بالتمرير. ثانيا انه في صخب اعلامي شديد صاحب هذه العملية. ثالثا انه المرشد قرر انه يترك موقعه ولا يجدد، واصر على انه يستفتي مجلس الشورى على اجراء الانتخابات مبكرا قبل موعدها. فكان القرار الاول ملتبس، ثم جاء القرار الثاني يقول انه لا نعجل. يعني رابعا في ظل بقى التصنيفات اللي الناس عماله تصنف فيها محافظين واصلاحيين. لا مش احنا على فكره اللي بنصنف. انا عايز اقول لحضرتك ان في كلام منشور ان في وفد من اعضاء مجلس شورى الجماعه واعضاء سابقين في مقدمتهم خالد داوود وحامد الضفراوي هيقدموا مذكره احتجاجيه ضد نتيجه الانتخابات الى المرشد العام مع مهدي عاكف، بيطالبوا فيها بالغائها باعتبار انها باطله ومخالفه للائحه، وتمت حسب قولهم بدون ضمانات للشفافيه او النزاهه. ودي ظاهره صحيه. انا ما بوصفش الظاهره، انا ما بوصفش الظاهره، انا بقول ان في كلام حوالين الموضوع ده، وعايز اعرف يعني تفسير حضرتك ليه. انا اللي بقول دي ظاهره صحيه. ظاهره صحيه انه الاخوان بيعملوا انتخابات، ان الانتخابات بتتم وفق اللائحه، ان الناس بتتكلم. لا ده هم هنا بيقولوا انها لم تتم وفق اللائحه. ما هو ده الكلام اللي انا بقوله. هو في لائحه، الناس بتقول ان الانتخابات دي حصل خروقات فيها للائحه. بيقدموا بطعون، الطعون مفروض ان هي تنظر، وهذا شيء انا اعتقد انه اضافه جديده لتراث الاخوان المسلمين في ظل الاجواء السائده في البلد كلها، اللي كل القوى السياسيه بتشهد ازمات. احنا كنا بتبرر بايه يا دكتور خروج الدكتور محمد حبيب والدكتور عبد المنعم ابو الفتوح؟ الدكتور محمد حبيب والدكتور عبد المنعم ابو الفتوح شخصيات لها مكانتها لدى الاخوان المسلمين، وخروجهم لا يقلل من مكانتهم لدى كل الاخوان وقواعد الاخوان. ايوه بس في الاخر في قياده وفي مكتب وفي يعني في كمان واحد بيفسر النتائج. لا هو النتائج يعني يا ريت تعلن بالارقام، لان الارقام هتبين ان الدكتور عبد المنعم والدكتور حبيب خدوا اصوات لا باس بها قويه، اصوات كتير، ولكن بعضهم خروجه الاعلامي وبعضهم اراءه الصادمه احيانا لقواعد محافظه في الاخوان. قواعد محافظه طبعا. انا لازم اعترف ان في اتجاه في قواعد حضرتك كنت من شويه بتقولي التقسيم بين محافظين واصلاحيين كما لو كان ده شكل من اشكال التقول. هو القاعدة العامة في المجتمع الآن إنه المسلمين الملتزمين الآن أصبح لديهم تيار يميل إلى المحافظة أكثر، إذا صح التعبير يعني. لكن الإخوان المسلمين كلها جماعة إصلاحية، وبالتالي كل اللي فيها يسعى إلى الإصلاح. الرؤى المختلفة لديهم بتتفاوت في مقدار يعني الجرعه اللي اذا صح التعبير الفكري الليبراليه شويه، او الجرعه المتحرره شويه، اللي هم بيسموهم الاصلاحيين او التيار الجديد او حاجه زي كده، تسميات يعني. لكن انا اخر حاجه عايز اقولها انه هذه الازمه التي قد مرت بها الاخوان وتكاد تنقشع او تزداد حسب تصرف الاخوان بعد كده، تعكس ازمه المجتمع المصري كله وازمه القوى السياسيه في مصر. طب ايه اللي لو حصل تزداد الازمه او لو حصل تنقشع؟
يعني ايه الحالتين اللي تنقشع فيها الازمه او تزداد؟ اعتقد انه لو حصل، هو في شرخ نفسي الان، لو تحول الشرخ في شرخ نفسي الان لدى الاخوان، لدى الجماعه، لدى طبعا بعض القيادات وبعض زي مين؟ لا ما اقدرش اقول مين، لان انا ما التقيتش بحد لغايه النهارده. لا حضرتك بتقول ان في شرخ نفسي لدى بعض القيادات، فاكيد حضرتك تعلم من هم القيادات الذين لديهم الان شرخ نفسي. لدى الدكتور حبيب على وجه الخصوص وعلى وجه التحديد. وانا كنت في زيارته النهارده الصبح، هو طبعا الراجل مستاء، لكن ليه مستاء ليه يا دكتور؟ مستاء لانه يشعر انه هو رايه لم يؤخذ به، وانه لم يؤخذ فرصه كامله لاجراء انتخابات في جو اكثر هدوءا، وانه ده كان هيخرج الانتخابات بصوره افضل ويقلل الخسائر. وهناك شرخ نفسي لدى كثير من قواعد الاخوان منزعجين من هذا الاختلاف في وجهات النظر اللي ظهر للعلن على الاعلام وفي الصحافه، وانه ده شيء كان يجب الا يحدث. انا للاسف شحن البطاريه يكاد ينتهي، لكن انا اريد من خلال البرنامج ان اقول ان الاخوان مرت بكثير من الازمات وكثير من المشاكل وكثير من المحن، واستطاعت ان تتجاوزها وان تستعيد عافيتها. طب الى ان ينتهي شحن البطاريه بتاع التليفون لحد ما يخلص يعني. مساله الترشيحات لمنصب المرشد، اعتقد ان هو الان التداول استقر على اسماء ابرزها واكثرها يعني قبولا او اصواتا هو الاستاذ الدكتور محمد بديع. محمد بديع مش الدكتور محمود عزت؟ لا مش الدكتور محمود عزت. ده بشكل يعني واضح. ده اللي واضح في التصويت. اكثر الاصوات بترشح الدكتور محمد بديع لانه شخصيه هادئه وشخصيه قادره على ان يكون اكثر توافقيه يعني. ليه اللي حصل مع الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح ده حصل يا دكتور؟ لا الدكتور عبد المنعم اصله اعلن على الملأ انه هو غير راغب في استمراره ولا يرغب انه يكون مرشد ايضا. لا يعني هو اعلن كده في قناه المحور من اسبوع قبل الانتخابات على طول. فده يمكن الناس فهمت ان هو كده معتذر. فيعني اعتقد ان هو عنده كمان يعني ده سوء فهم، ما عندوش شرخ نفسي ايضا؟ لا الدكتور عبد المنعم والدكتور حبيب دراخر اكبر من ذلك بكثير، اكبر من اي موقع، وهم دول بيضفوا على الموقع مكانه والموقع لا يضيف اليهم اي شيء. برضو يعني حضرتك من شويه قلت لي ان الدكتور محمد حبيب يعني لديه في نفسه شيء، ولدى قواعد الاخوان بعضهم في نفسه شيء من الخلاف الذي حدث. ماذا عن الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح؟ ليس شيئا شخصيا، انا عايز ما حدش قال ان شيء شخصي، ولكن انت حرصا على الصوره العامه للاخوان، الصوره العامه للجماعه، هي دي المساله التي كان يريد الجميع الا تظهر بهذا. كيف يمكن تجاوز هذا الخلاف؟ اعتقد ان ده هيعتمد على حكمه المكتب الجديد وحكمه المرشد الجديد ان شاء الله. هل المكتب الجديد بيميل الى المحافظه اكتر؟ لا انا اعتقد مناهج الاخوان وسياستها وموقفها ستظل كما هي حتى تتطور يمكن الى الافضل ان شاء الله. لا انا بتكلم على من الاسماء اللي موجوده، يمكن كل اغلبهم كبار في السن، زي ما كان في الدكتور محمد حبيب، وكان في دكتور عبد المنعم ابو الفتوح، وكان في 4 أو 5 جدد كلهم ما بين ال 45 وال 55. لا في كل الجدد في سن هذا. مين الجدد يا دكتور؟ دكتور عصام العريان، الدكتور محمود ابو زيد، والدكتور مصطفى الغنيمي، والاستاذ الدكتور عبد الرحمن البر. وده استاذ حديث في جامعه الازهر. شكرا يا استاذ جمال. دكتور قبل ما تخلص البطاريه بس، شكرا جزيلا دكتور عصام العريان.